وبحب اشكر بقى شكر خاص لكابتن مصر كابتن احمد حسن. اللي انتم ما تعرفوش هو طبعا كابتن مصر هو مسقط راسه، هو من ابناء المنيا، لكن هو من ابناء المغاربه بشكل خاص. لكن اللي يمكن ما تعرفوش ان هو الحقيقه سفير فودافون للخير. كابتن احمد حسن هو سفيرنا للخير وسفيرنا للمسؤوليه المجتمعيه، وواحد من الناس اللي بيدعمونا بشكل كبير جدا في كل المشروعات التنمويه والحملات القوميه اللي بنقوم بيها، يعني من خلال شغلنا كله. يعني القبول اللي عنده وحب الناس ليه بيساعدنا ان احنا يعني نوصل رسالتنا، فشكرا يا كابتن ان انت برضه شاركتنا. سريعا كده علشان ما تزهقوش من الكلمات الطويله. فودافون موجوده في السوق المصري من 98، من سنه 98. بنستثمر في المسؤوليه، يعني في المسؤوليه المجتمعيه وتنميه المجتمع من خلال حاجتين رئيسيتين. من خلال برنامج المسؤوليه المجتمعيه الخاص بشركه فودافون نفسها، وهو اللي بيدعم مشروعنا النهارده. لكن برضه احنا عندنا مؤسسه فودافون لتنميه المجتمع. مؤسسه فودافون لتنميه المجتمع اشهرت سنه 2003، والحاجه اللي بتميز المؤسسه الحقيقه انها بتبص على البعد التنموي الاستراتيجي وبتخش في مشروعات قوميه، يعني مشروعات كبيره طويله الاجل مدتها سنه او اكثر، بتحاول تغير يعني بتساهم في تحديات تنمويه كبيره. واحد من اكبر مشروعاتنا هو مشروع العلم قوه، مشروع لمحو الاميه على المستوى القومي بننفذه حاليا في 9 محافظات، واحنا حاليا في مرحلته الاولى. داخلين في مشروع كبير تاني اسمه الغذاء من اجل التعليم. بنحاول نوفر لاكثر من 890 مدرسه وجبات غذائيه، وبنرفع الوعي باهميه التغذيه المدرسيه علشان تحصيل الطلاب بشكل افضل. وعندنا استراتيجيه الحقيقه هي التركيز على الصعيد. يعني طبعا حضراتكم ادرى مني وحضراتكم اهل الخبره وعارفين ان الصعيد يستحق اكثر من اللي هو فيه ده بمراحل. الصعيد بكل المواهب الموجودة فيه وبكل الكنوز الموجودة فيه، الكنوز البشرية الموجودة فيه، يستحق تنمية مستدامة، يعني تنقله يعني إن شاء الله نقلة مختلفة تماما وتحط مصر كلها على مسار التنمية. نرجع لمشروع النهارده. طبعا بشكر هابيتات انها عرفتنا بمشروع سكن للإنسانية، وادتنا الفرصة ان احنا ندعم تطوير منازل في قرية الكوم الأخضر النهارده، فشكرا لحضراتكم. يعني بتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم النهارده، وشكرا تاني لاستضافتكم. الحقيقه احنا هنبتدي بكلمه ترحيب من المهندس يسري الياس مدير عام مؤسسه هابيتات مصر، واللي هيدينا فكره عن هابيتات بشكل عام بتشتغل في مصر بتعمل ايه، وايه الانجازات اللي احنا عملناها خلال فتره عملنا في جمهوريه مصر العربيه. اتفضل. اهلا بيكم وبشكر كوم الاخضر، بشكر العمده لاجل ترحيبه ورعايته ودفعه باستمرار العمل بينا. انا بشكركم النهارده انكم تكونوا موجودين معانا عشان نشارك في اضافه بيوت واصلاحات بيوت ل 20 اسره بالمشاركه مع شركه مؤسسه فودافون. فده انجاز لينا ان احنا نكون هنا. احنا بقالنا هنا مش فاكر كام سنه، بقالنا سنين كام؟ 13 سنه هنا، ويمكن مش عارف 1464 بيت. فده امتياز لينا. لكن مؤسسه هابيتات ابتدت كهيئه مموله سنه 89 في مصر، لكن سجلت سنه 2003 تبع الشؤون، وشاركت مع مجتمعات كثيره. واسلوب العمل بتاعنا ان احنا لما بنبتدي في مجتمع كاننا ما نعرفوش، لقينا اسهل طريقه لينا ان احنا نشتغل بالمشاركه مع
الجمعيات اللي موجودة في المجتمع، اللي هي تعرف المجتمع هنا زي الجمعية اللي احنا موجودين عندها النهاردة. ده ساعدنا ان احنا ننتشر، بنعمل في حوالي 30 قرية دلوقتي. شاركنا في بناء أو إصلاح حوالي 21,300 بيت في 30 قرية. احنا البرنامج الأساسي ان احنا بنقدم قروض دوارة، بمعنى ان الشخص لما بيرد القرض بيلف في نفس القرية عشان يبني البيوت الثانية. بنشارك بمعسكرات عمل مع المنتفعين. بنساعد بالدعم الفني والهندسي، المهندسين بيشاركوا في مساعدة الأسر من خلال التصميم والإشراف على التنفيذ. الجمعية يعني بفضل الناس اللي هي موجودة وقفت معايا وظبطت البيت وانا ناوي. الحمد لله رب العالمين. وجود المهندس برضه كان مباشر معايا كل حاجة، ما كانش سيبني في أي حاجة من اللي أنا كنت بعملها. أهلا وسهلا. انت اللي بتهدي ولا مين اللي بيهد؟ وخدتوا فلوس من الجمعيه ولا بالمهندس بيجي يشرف عليكم، ولا انتوا شغالين كده بمقاول من المقاولين اللي هم بتوع البلد ولا لا؟ طيب بتقعدوا فين لما ساعه الهدد يعني؟ ولا اي حاجه زي ما صوروا، واحنا عايزين حاجه يعني نظيفه وهي وجود مداري واشكركم كلكم اللي انتوا بتعملوا وبتفعلوا فيه. شكرا. خير مع ان كفوف كان حاجات صعبه جدا. اسرتنا متكونه من 6 افراد. كنا قاعدين في البيت، كانت ظروفنا صعبه، كان في حاجات كنا مشاكل بتصادمنا، والحمام كان يعني حط صعبه، كنا نخجل نستضيف حد في بيتنا، كنا يعني حاسين يعني بان احنا موجودين، لكن احنا بنشكر الرب اللي فتح لنا الفرصه ديت. خدنا 4 مرات من الاقساط. اول قسط بنينا بيه ونزلنا التراب مبروك على البيت. بص عندنا يا حاج. خليك معاك مبروك يا ابني. انت حكم علينا. ثانية.